ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. حكمنا الدولي الكابتن خالد الطريز، بينما على الفار خورخي دوران وفهد العمري. النهارده السيد إيغور يوفيتشيفيتش لنادي الرائد يبدأ بهذه التشكيلة: حارس المرمى البرتغالي أندري موريرا، خط الدفاعي رباعي عبد الله الفهد بجواره الكاميروني عمر جونزاليز مع محمد سالم، ومعاهم ايضا في خط الدفاع المباراة من الجزائري امير سعيود، لعب بينية، انفراد راية وتسلل على نادي الرائد، ضربة حرة لمصلحة نادي الهلال. اهو من بدري مع الكرة سالم يلعب لياسر الشهراني، عرضية أولى ومحاولة، ولكن عمر هو اللي يطلعها، عمر جونزاليز. هذه الانطلاقة من الجانب الأيسر من جديد إلى تمريرة أمامية، وهذه المحاولة انفراد للرائد، انفراد يا راجل كان بيك اتنين، العب بالعرض، ولكن التسديدة بتمر إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. حي من محاولة إرسال العرضية من محمد سالم لمحاولة جوه المنطقة، ولكن ميشائيل مع الكرة، ميشائيل يلعب الكرة العالية، ميشائيل عند متروفيتش، ولكن هنا نشوف الحذر والترقب، ونيفيز يلعب الركنية عند سافيتش لكنها بتعلى عن العارضة، والى سافيتش لسعيود من جديد، سعيود عدى، يا لعيب لكن ما حدش المترو، لكن ترجع الى مالكوم يهيئ الكرة لسالم، يسدد سالم بالكرة في الجانب الايمن لمحمد الدوسري، حلوة لامير سعيود، ولكن المرة دي مر امير عدل لنفسه كويس ورجع عند ياسر الشهراني، يسدد ياسر ولكن يحط راسه عمر جونزاليز، والى ضربة ركنية من نصيب نادي الهلال. ضربة ركنية من روبن نيفيز، حلوة عند سافيتش، لكن الكرة بتتقطع. عبد الله الفهد يأمن عليها دفاع الرايد، ترجع الكرة لسالم اللي يسدد، لكنها لخارج الملعب. سلامات في اتنين واقعين على أرض الملعب، سلامات بيز لسعود عبد الحميد، سعود يسدد، سعود حلوة الكرة، ولكن أندري مورييرا يتصدى لها، وإلى ضربة ركنية من نصيب الهلال. حلوة التسديدة المفاجئة من سعود عبد الحميد اللي مر قصيرة عند ميشائيل، يرجع لروبن، عرضية حلوة من روبن، وهنا الكرة سعيود يسدد الكرة، ولكن سعود عبد الحميد هو من جديد. ادي هنا اللمسة عند روبن نيفيز، يلعب العرضة حلوة، متروفيتش السفاح الصربي يحضر بالهدف الاول في ظهوره الاول برأسيته المعتادة. المترو وصل يا رجالة، السفاح الصربي يسجل الهدف الاول للهلال بعرضية رائعة من نيفيز. المترو وصل يا رجالة، وصل متروفيتش 1-0 في الدقيقة 22 لميشائيل، يمرر الكرة لمتروفيتش، محاولة عند ياسر، ولكن يصفر حكم المباراة خطأ، ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الهلال، وانذار على عمر جونزاليز وسلامات. مين اللي هيسدد هنا المرة دي؟ سافيتش يسدد، ولكن أندري مورييرا يتصدى للكرة بكل هدوء. حلوة المحاولة وحلوة التسديدة، واللقطة كانت جميلة من سافيتش، لكن في النهاية لمحمد الدوسري، حافظ عليها الدوسري، جاله يحيى سنبل، استعجل وسدد. سالم بعرض الملعب، حلوة لميشائيل، عرضية من ميشائيل، متروفيتش مرة ثانية، لكنها تعتلي العارضة، وإلى ضربة مرمى. شوف اللقطة اللي فاتت، شوف المحاولة من سالم عند ميشائيل اللي لف عرضية، الضربة الركنية اللي بتتلعب عالية المرة دي جوه منطقة الجزاء، حلوة لكن في العارضة بتهديد في اللقطة الماضية. لسه الخطورة ريداوية، ولكن فيها راية مرفوعة، تسلل، ضربة حرة غير مباشرة. حلو انطلاقه من الجانب الشمال، محاوله موجوده، سنبل يسدد، ياسين بونو، ثم عوده من جديد، ياسين بونو للمره الثانيه ينقذ مرمى الهلال. ياسين بونو هنا يطمئن الهلاليين، لكن ضغط ريداوي ناجح في شوطة الكرة. ياسر الشهراني أندري مورييرا، والشهراني مرة أخرى، وركلة جزاء للهلال.
ركلة جزاء للهلال، المرتدة السريعة تأتي بركلة جزاء للهلال، ويا فرحتك يا ابو غرسان. وموريرا وسالم بيتقدم، سالم يسجل الثاني، سالم ويروح يحتفل مع الجماهير الهلالية. الهلال يتقدم بالهدف الثاني على الرايد 2-0 في الدقيقة 55 من علامة الجزاء. سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني عشان تبقى 2 الهلال لا شيء الرايد. 2-0 ورايح يحتفل مع الجماهير الهلالية هنا في أرضية الملعب. 2-0 يركن الكرة في نص المرمى، يروح كده للزاوية اليمنى حارس المرمى موريلم، رجع عند ياسر الشهراني اللي يلعب العرضية مرة تانية، هنا المرة دي متروفيتش، ولكن يصفر حكم المباراة، فيها خطأ على الصربي، ضربة حرة. خطأ على ألكسندر متروفيتش مع الكرة البرازيلي مالكوم مالكوم وسع لنفسه مالكوم، وهنا التسديدة والهدف الثالث. مكتوبة لك يا سالم، الحكم بيدي إتاحة فرصة وسالم يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69. سالم الدوسري يضيف الهدف الثالث. 3-0 لمصلحة الهلال. يا سلام قلت لك في اغسطس فيها محاولة، وادي اللمسة وانتو جميلة، مالكوم ولكن يتصدى لها حارس المرمى لنيفيز، ولكن توصل سهلة عند حارس المرمى اندري مورييرا. حلوة المحاولة ولكن التسديدة في الاخير، ويستسلم بعد الهدف الثالث، استسلم تماما. وادي الكرة من سالم، مر سالم، عدى سالم وعبد الله الحمدان على مرتين الحمدان يسجل الرابع عبد الله الحمدان، مستحقة للهلال ومستحقة للحمدان. الأولى تألق فيها مورييرا والثانية الحمدان جابها. 4-0 وعبد الله الحمدان يسجل الهدف الرابع لمصلحة نادي الهلال. 4-0. الهلال ينتصر على الرائد برباعية ويصل للنقطة السابعة. تمكن متروفيتش من الحضور أولا في أول إطلالة له برأسية عند الدقيقة 42، ومن ثم تمكن سالم الدوسري من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 56 عن طريق جزائية ليحضر سالم الدوسري مرة أخرى ويسجل الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 70 من هذه المواجهة. حتى الدقائق أو الجزء الأخير من شوط المباراة الثاني تمكن عبد الله الحمدان البديل في هذه المواجهة عند الدقيقة 89 من إضافة الهدف الرابع للهلال في هذه المواجهة. أما هذه أرقام المواجهة الخاصة ما بين الرائد والهلال، نسبة الاستحواذ، أيضا في عملية التسديدات وبقية الأرقام، عبد الله العيسي وعادل السليمي وحسن جمعان في قراءة الأوراق الفنية للمدربين. هدف وحيد تمكن الهلال من إحرازه في شوط المباراة الأول، من ثم أضاف سالم الدوسري هدفين، حتى حضر عبد الله الحمدان في هذه المواجهة وأضاف الهدف الرابع للهلال عند الدقيقة 89. بلا شك أنه إحنا بانتظار العزيز فيصل منوقي وردة فعل اللاعبين بعد نهاية المواجهة التي جمعت الرائد والهلال هناك في القصيم في مدينة الملك عبد الله الرياضية. أذهب مباشرة للعزيز فيصل منوقي وردة فعل اللاعبين. فيصل. شكرا لك تركي بجانبي بندر وحيشي. بندر نقول لك يعطيك العافية، ثالث خسارة على التوالي. اليوم مباراة كانت صعبة، الشوط الأول الفريق ظهر بصورة ممتازة جدا فنيا. والله الحمد لله يا رب، تعرف هذا الكورة فوز وخسارة، وثلاث خسائر تعرف الأجانب عندنا يعني فيها نقص إصابات وإن شاء الله عاد في الجاي نتحسن للأفضل إن شاء الله. شو اللي تغير لو نرجع لمجريات المباراة؟ الشوط الثاني الفريق تغير، 3 أهداف، تراجع كثير للدفاع. أتوقع أن الشوط الثاني التركيز قل. الشوط الأول ضيعنا كم فرصة كانت محققة هدف، بس أن ربي ما كتبها، وإن شاء الله نعوض في الجاي بإذن الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. مشكور بندر وحيشي. متروفيتش ناجم Just comment to say. Okay. Yeah, I couldn't wait for this moment. Now I break the ice. I play my first game. I score my first goal. We get first 3 points, and
we keep working hard, we push, we know how big this club is, and we have so many to achieve this season, and with our fans, I'm sure we're going to do it. Thank you. Thank you very much. Thank you. أشكر متروفيتش اللي تحدث سعيد جدا في هذه المباراة. تحضير كان جيد في المباراة في هذه المباراة أول مباراة يلعبها مع الفريق. كان يقول أنا توني جاي وكنت أحتاج مبارتين عشان أدخل بشكل أكبر. سألته إنه أنت الآن لك من الأسبوع الماضي بديت تدخل بشكل كبير، تأقلمت بشكل سريع مع الفريق. يقول هذا اللي أنا اشتغلت عليه في الفترة الماضية، اشتغلنا وعملنا بشكل كبير إن احنا نكون متواجدين. سألته إنه أنت ترى اليوم خارج ملعبك، هو سعيد بالشغف الكبير اللي شاهده من أول ما وصل للسعودية. سألته برضو أنه أنت يمكن توجه الآن بعد المستوى اللي قدمته اليوم رسالة للجمهور أنك أنت جاهز لهذه المرحلة. يقول أنا جاهز وأكثر من جاهز لهذه في هذه المرحلة. يحتاج شوي للانسجام الفني مع المدرب ومع اللاعبين، وحيظهر بالشكل جيد. أحد نجوم المباراة اليوم سالم الدوسري. سالم يعطيك العافية، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا بدردش معك شوي اليوم. مباراة كبيرة للهلال، شوط ثاني مختلف تماما. سالم الدوسري على الصعيد الشخصي اليوم من زمان أنا أتكلم ما شفنا سالم بهالمستوى الكبير اللي قدم اليوم. ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة وما هي بآخر مباراة لنا، بالعكس تونا في بداية المشوار وبداية الدوري، وبإذن الواحد الأحد نكمل على هذا المستوى وما ننغر بالأربع أهداف. اليوم من بداية المباراة وسالم بالفورمة العالية، هذه الفورمة اللي تعود عليها نقدر الجمهور الهلالي اليوم. لا شك أكيد زي ما قلت لك ستيب باي ستيب إن شاء الله لين أوصل للعب المطلوب. والحمد لله زي ما أنت شايف اليوم تقريبا ثالث جولة، والحمد لله يعني بداية مشوار موفقة لي، وأوعدهم إن شاء الله الوعد نهاية الموسم مو بداية الموسم. وجهت رسائل اليوم للجمهور، هدفين، اسيست مع عبد الله الحمدان، برضو الجمهور بعد كل هدف كنت تروح للجمهور. لا شك اكيد في المحبين وفي الناقدين، بالعكس يعني الحمد لله انا علاقتي دائما مع الجمهور ولا احب اسيء لاحد دائما، واللي خارج الملعب انا دائما عملي وشغلي داخل الملعب، وزي ما شفت اقدم مجهودي واخلص مباراتي وانا راضي وارضي جمهوري. بالعكس هم لهم المدرج والاستمتاع والانبسطون، وانا اللي داخل الملعب بالاهداف والتكتيك المدرب. مبسوط اليوم سالم؟ لا شك اكيد يعني الحمد لله اني اكون مبسوط من ادائي ومستواي، وبالعكس يعني هذا اقل شيء قدمه للنادي، ولا زال عندي الشيء الكبير، ويعني لسه عندي امل. اعرف سالم شخصيا لما يكون خارج الفورمه دائما يعني يكون تحت ضغط. اليوم سالم شفته كثير مرتاح. اكيد يعني تعرف انت لما تكون قائد لنادي اكيد لازم انت تتحمل المسؤوليه، تتحمل مسؤوليه المباراه، تحملت مسؤوليه النادي. فيعني الحمد لله زي ما شفتوا يعني ظهرت بالشكل اللائق، والحمد لله على كل حال. اهم شيء اني ارضي جمهوري، وبالعكس بعيد واكرر لهم انهم يستمتعون ويتفرجون خارج الملعب، ولي انا داخل المستطيل الاخضر. اجل الفتره جايه جاهز الجمهور نقول له باذن الواحد. انا قلت لك احنا بدايه موسم، انتظروني نهايه الموسم. هذه رسالة من سالم الدوسري يقول للجمهور الهلال انتظر آخر الموسم. شكرا سالم، يعطيك العافية. نشكر سالم الدوسري، ومن قبله متروفيتش اللي سعيد. نهاية المواجهة التي جمعت الرائد والهلال، وانتصر الهلال ب4 أهداف مقابل لا شيء. يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نورا لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا.